انا كده على طول بضحك مهما كانت الظروف، يعني معايا دايما كده ببقى مبتسم كده على طول. من أسيوط للزمالك، مصطفى بيه ظابط ولا بياع تين شوكي؟ أوسم وأشهر بياع تين شوكي في مصر. معاك هتاكل، ما معكش برضه هتاكل. مصطفى علي أوسم بائع تين شوكي في مصر، ومن أسيوط لأرقى أحياء القاهرة. شهرته وصلت للعالمية، واللي شهرته سائحة أجنبية، وسمته سر انتشاره وفتح باب رزق ليه، لدرجة إنه ناس اتهمته إنه ظابط أو مخبر متنكر في زي بياع تين. تعال نشوف أسرار الحكاية. في واحد من شوارع الزمالك الهادية وبعربية تين بسيطة بيقف مصطفى علي، ابن محافظة أسيوط وصاحب الابتسامة الجميلة اللي بقت مألوفة لسكان الحي. وما بقاش مجرد بياع فاكهة، لا ده بقى حديث وترند السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت، وده بعد انتشار فيديو السائحة اللي أعجبت بتصرفه العفوي وأسلوبه المبهج في التعامل. مصطفى عنده 39 سنة ومقيم حاليا في منطقة الكتكات في إمبابة، وبيروح يوميا من إمبابة للزمالك علشان يبيع التين، وده روتينه من سنين. وبيجي من بدري يجيب التين من الساعة 9 الصبح ويبدأ شغله الساعة 11 الصبح ل 12 بالليل لحد ما يبيع كل الكمية اللي معاه. مصطفى بدأ رحلته في شوارع القاهرة من 2010، وجرب يبيع أنواع كتير من الفاكهة زي الموز والمانجا لحد ما استقر على بيع التين الشوكي. مصطفى فرحان جدا باللي حصل، وبيقول بقالي شهر تقريبا الناس بتقف تتصور معايا بعد الفيديو اللي انتشر، والموضوع مفرحني جدا. لما بشوف الناس مبسوطة أنا كمان بكون مبسوط. مصطفى بيقدم قيمة حقيقية لزباينه، مش بس تين شوكي، لكن ابتسامته وكلامه الطيب وروح الجدعنة المصرية اللي موجودة في كتير من المصريين خلت مصطفى يقول اللي معاه فلوس واللي مش معاه فلوس هياكل، مش هقف على 5 جنيه. كتير من رواد السوشيال ميديا شككوا في إن مصطفى شكله مش شكل بياع تين، وإن شكله واحد من الضباط وفي مهمة في حي من أرقى أحياء القاهرة. فيا ترى هل هو بالفعل بياع تين ولا بيشتغل ضابط؟ مصطفى بدأت قصته لما جربت منه سائحة أجنبية علشان تشتري التين الشوكي، وأعجبت بملامحه وتصرفه الودود وصورته، وبدأت تنشر الفيديو ده على مواقع التواصل، والموضوع لقى تفاعل واسع من المتابعين، وبدأوا البنات ينزلوا الزمالك مخصوص يتصوروا معاه، وبقى ترند السوشيال ميديا ومن مشاهير حي الزمالك، وبيتمنى يجيله عروض تمثيل أو أي شغل دخله كويس بدل وقفة الشارع. لكن مصطفى بيقول إنه ما استفادش من الترند، بالعكس الأمر أثر على شغله، وقال أنا بعيش اليوم بيومه ونفسيتي تعبانة بسبب إن البيع ما بقاش زي الأول، وكل اللي بيتكلم معايا بحاول أضحك معاه. لكن بعد شهر من الترند بدأ مصطفى يجيله براندات يعمل من خلالها منتجات جديدة زي عصير التين الشوكي، ويبيع من خلال براند بدل وقفة الشارع. كتير من الجمهور مازال مصمم على إنه مصطفى مش شكل بياع تين، ومسمينه حضرة الضابط مصطفى. يا ترى الفترة الجاية ممكن نشوف مصطفى كموديل أو ممثل في عمل سينمائي، ولا هيكون ليه مستقبل في البيزنس وهيقدر يعمل براند تين شوكي أو محل عصاير؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات. في ضحكة ووسامة مصطفى.